رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. سنشرح بس شيء بسيط عن فوائد الصيام والمقولة تصوموا تصحوا. اكتشف العلم الحديث أن الصيام يوم يقضي على سموم 10 أيام. طبعا احنا نتناول أغذية وتخزن في أجسامنا وتكدس تتراكم لتطهير هذه الأشياء. الصيام طبعا فحسبوها مثلا 30 يوم في شهر رمضان لا تفي بالغرض، تكفي ل10 أشهر لتنقية 10 أشهر فقط لا غير. فمن الإعجاز النبوي يعني وسبحان الله يعني عندما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان و6 من شوال فكأنه صام الدهر كله. فهم يقول حسبوه صيام رمضان 30 يوم ب10 أشهر و6 أيام، قلنا كل يوم ب10 أيام بنقي، أي سنجد أن إذا صمنا رمضان مع 6 من شوال نقي سموم 12 شهر. هذا أحد الأشياء البسيطة. ثاني شيء اكتشفوا أن الصيام الإسلامي بالذات يطهر الكبد، يطهر البنكرياس، يطهر الطحال من أوساخه بالكامل. واكتشفوا أن الصيام الإسلامي بالذات يقوي جهاز المناعة 10 أضعاف. بالتحديد صيام يوم 13 و14 و15 هذه الأيام البيض اللي وجدوها أنها تعين مثلا مرضى فيروس الكبد في القضاء على هذا الفيروس، لأنه فيروس يعني ما هوش قوي جدا يعني لدرجة يقول لك إذا ارتفعت درجة حرارة الإنسان إلى 40% قد تقضي على هذا الفيروس. فوجدوا أن في الصيام يقوي جهاز المناعة يساعد على القضاء على هذا المرض. لذلك احنا دائما عندما نوصف أعشاب لهذا المرض نوصف الصيام مع هذه الأعشاب، تأتي في نتيجة عجيبة يعني خلال شهرين. طبعا لكن اللي احنا نلاحظ له يعني انه الصيام كما قلنا انه صيام 12 ساعة طبعا يحتاج الى اعمال والى جهد، لكن الايام هذه عكست الآية يعني ما اصبح صيام، اصبح زي كأنك تنام في الليل وتقوم الصباح طبيعي. الان هم ينامون من الصباح الى الليل او الى الساعة 3 وقام طبيعي وفطر عادي، يعني ما فيش الصيام المأكد يعني تقوم الساعة 8 او تقوم الساعة 6 صباح وتشتغل وتجلس طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان بعد صلاة العصر يخرج مباشرة يتمشي، وجدوا انه اذا صمت 8 ساعات وخرجت تتمشي بعدها تبدأ تحرق الدهون اللي داخل الجسم بالكامل. بعد ما طبعا تكون اشتغلت حرقت الدهون يعني لحق وجبة السحور، بعدين يبدأ الجسم يحرق الدهون المتراكمة طول السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم مثلا 8 ساعات الى اذان العصر تعتبر 8 ساعات، وبعدين يبدأ يخرج يحرق الدهون الكاملة. لكن هنا للأسف أصبح رمضان عندنا ثاني، انه الاحصائيات تدل على انه ما نصرفه في الاكل في رمضان ضعفي او 3 اضعاف اي شهر عادي. يعني هو صيام ولا افطار يعني في وجبتين فقط، وجبة الفطور ووجبة السحور نصرف اكثر مما نصرفه في كل شهر، هو 3 وجبات يوميا. اذا في هنا صيام خاطئ. لو نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون افطارنا عبارة عن 7 تمرات بسيطة يعني 3 أو تمرتان واخذ كوب من الماء وصلاة ثم قد يأكل شربة بسيطة يعني، وبعدين يقوم يصلي العشاء ويصلي التراويح يتهجد لله سبحانه وتعالى، لأنه هنا مع تقليل الأكل ومع الصيام يستفيد الجسم، هنا تقوم تنقية الدهون والأوساخ من الجسم. وبعدين يقدر يأكل أي وجبة خفيفة حسب ابن آدم لقيمات يقوم صلبه. يعني مش أنا لاحظ أنه في رمضان هذا ما يقومش واحد لو قد لقمة ما شاء الله يعني مش قادر يتحرك لا يمين ولا شمال من كثرة الشبع، يعني حتى أنهم يكسروا عن الصلاة ويكسروا عن هذا. فهذا مش صيام نهائيا ولا نستطيع أن نقول، بالعكس هذا مرض يعني فوق مرض يعني هو شهر عبادة وشهر تقوى وشهر صحة. الله سبحانه وتعالى ما أشار إلا شيء إلا أشار إلا صحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهدينا إلى الحق، إنه نفطر بتمرات زي ما كان الرسول، وهو فطور التمرات هنا اكتشفوا انه الجسم يمتصها بسرعه يعني فتعوض يعني الجسم مباشره يعني السكريات وغيره. ويصلي الانسان المغرب وبعدين يفطر له بشيء بسيط شوربه او رز قليل يعني، وينتظر صلاه العشاء ثم يصلي التراويح، ثم اذا اراد ان ياكل لما يرد يعني ينام طبيعي لا يسهر ليش لاخر الليل ويتسحر ويجلس بعدين راقد للساعه 3 العصر وقال انا صائم. ما اعتقدش انه بتكتب صيام. الصيام يعني لازم تعاني ما يعاني الفقير، يعني يكون مشقي من الصبح لا آخر الليل وبطنه جيعان وحالته حاله وهذا. والناس اللي يخسوا طبعا اللي الشيء يخسسوا من أجسامهم هذا معهم الشهر هذا ممكن يستغلوا بشكل فظيع يعني ويخسسوا بدرجة عجيبة يعني. بس ينظموا اللي قلنا لهم عليهم، ياكل أكل بسيط ويتحركوا بالذات بعد صلاة العصر خاصة النساء. صحيح إنه في طبخ وفي شغلة وهذا بس نقول لهم يخففين بالأكل ويخففين من كل حاجة، وبالتالي بيخففين بوجبات الأكل يعني لا يطبخين خيرات وهذا، يروحين يتمشين ساعة بعد صلاة العصر بيجدن إننا نحرق دهون كثيرة جدا جدا ما يقدرش يحرق لنا ولا في 3 شهور في الأيام العادية.
طبعا الحديث يطول اكثر من ذلك، لكن احنا نختصر يعني نجيب بس المفيد يعني في الشيء هذا، انه الانسان ينظم غذائه في رمضان بشكل بسيط، سيجد بعد رمضان انه يتعود على الغذاء هذا والنظام هذا، وانه اكل بسيط يكفيه ويشبعه. وان شاء الله يكتب لنا لكم العافيه والاجر.